واخر سبب، ويمكن انا بعتبر ان ده من اكبر الاسباب، هو السوشيال ميديا. السوشيال ميديا وانتشار المواقع التواصل الاجتماعي، ان كل واحد بيحاول يصور نفسه بطريقة معينة غير واقعية، وبيخش يشوف ناس مصورة نفسها وبتقول كلام غير واقعي، فيكون واحد قاعد مضغوط، عنده مشاكل مادية، عنده ضغوطات في الشغل، وداخل على السوشيال ميديا وشايف حد بيتصور رايح مسافر مكان او راكب عربية معينة او كده، وقد يكون الشخص ده نفسه اصلا بيكذب، ولكن ان انت عندك يعني اكسبكتيشن، ان انت شايف ان في حد بيعيش حياة بطريقة معينة انت مش قادر تعيشها، واصبحت انت عايش في الدوامة دي يوميا من خلال السكرولينج ومن خلال السوشيال ميديا. وانا هنا في النقطة دي عايز احذر من الفيديوهات القصيرة اللي هي الريلز والشورتس، لان دي فيديوهات بتأثر على الكيمياء بتاعت المخ، او بتأثر على الكيمستري بتاع المخ، بتأثر على الدوبامين، بتعمل مشاكل كتير جدا في الانتباه والذاكرة والتركيز، وقدرتك على ان انت تتكلم مع حد وتاخد يعني او تعمل حوار مع حد، لان انت خلاص عقلك بدأ يتبرمج. لو انت بتتفرج على الشورتس والريلز دي، عقلك بدأ يتبرمج ان انت بتاخد المعلومة في 30 ثانية او في دقيقة، فانك تقعد تتكلم مع حد وتعمل حوار بناء، سواء مع شريك حياتك او مع اسرتك او مع والدك او مع والدتك او حتى مع اصدقائك، اصبح تقريبا مش موجود. فالسوشيال ميديا من الحاجات الخطيرة جدا جدا جدا، اللي للأسف معظم الناس بتسيء استخدام السوشيال ميديا لدرجة ان هو بيأذي نفسه، بيزود القلق والتوتر عنده.